المول الفارغ في التجمع اكتر مول زعلت عليه جدا لما دخلته. استغربت ازاي ان هو فاضي كده، وسألت نفسي يا ترى العيب في الغلاء اللي احنا فيه وان الناس بطلت تشتري، ولا العيب في اني صورت مثلا في نص الاسبوع، ولا العيب مثلا ان هو مش معروف لناس كتيرة فمحدش لسه زاره. المهم انا هسيب لكم في التعليقات تكتبولي هي فين المشكلة بالظبط. كنت بصور كده كام فيديو في التجمع وكنت بتمشى بالعربية في التجمع، فلقيت مول كده عليه شاشة كبيرة وواضح كده من شكله الخارجي اني لما هدخله هلاقي حاجة جامدة قوي بقى. المهم ركنت العربية وقلت هدخل بقى المول. بصيت لقيت مدخل جميل جدا وبداية مشرقة ومبشرة بالخير، من حيث بقى شكل الديزاين بتاع المول من بره، للديكوريشن اللي موجودة هناك، للديكوريشن اللي هي على مدخل المول من جوه. قلت بقى ايه ده، حاجة جامدة قوي. المهم بقى ركبت الاسانسير كده وطلعت، وقلت بقى ايه اخد الاول اوفر فيو كده عن المكان وجولة سريعة كده بحيث احدد انا هعمل ايه بالظبط وهناخد الجولة فين ونصور ايه وكده. لقيت المول فاضي قوي قوي زي ما قلت لكم، ما فيهوش حاجات كتيرة، معظمه يعني هو واسع بس كمية المحلات اللي موجودة جواه مش مغطية الوسع اللي موجود هناك. في مثلا بيكسي على LC على ديكاتلون على حاجات كده بسيطة قوي، المحلات بيرفيومز حاجات، بس حاجات بسيطة قوي يعني. فلقيت ان الدنيا هادية خالص. اولا عدد الناس هناك مش كتير، وغير كده كمان يعني زي ما انتم شايفين كده تحسوا ان المول فاضي خالص. فانا استغربت، قلت طيب ماشي اكمل تاني في الادوار التانية كده اللي فوق، واطلع واشوف الدنيا فيها ايه. يعني حتى برضو الزحمة اللي لقيتها موجودة معظمها في الحاجات اللي هي الاوبن داي اللي تحت الموجودة، او اللي هي المعارض اللي بتبقى صغيرة بتبقى موجودة في اي مول. هي دي اكتر حد يعني اكتر مكان لقيت عليه شوية من الزحمة، وبعض الكافيهات. على الجيم برضو كان فيه شوية زحمة. على مكان تاني كده اسمه جامبيديا، عبارة عن مكان كده الأطفال بتدخل جوه، عاملهم بقى حاجات لعب كده، تنطيط بقى وجيمنج وحاجات زي كده. دي أكتر حاجات لقيت عليها زحمة. على برضو الكافيه اللي هو موجود ده برضو لقيت عليه شوية ناس كده. ده يمكن أكتر حاجة أنا لقيت عليها زحمة، إنما الباقي لقيته هس خالص والدنيا هو وفراغ، مع ان كان شكله من بره ما يحيش بكده خالص. المهم كده حبيت افرجكم على الكافيه اللي موجود هناك. هو ده تقريبا الكافيه الوحيد اللي انا لقيته جوه، وفي واحد تاني هوريهولكم لما اجي ماشيه خالص واحنا في اخر الفيديو. وشويه كافيهات كده كانت بره، مع اني لقيت في اليافطه الاولانيه بتاعه المول وانا داخله ان في فود كورت، بس انا ما لقيتهوش، فاستغربت هو العيب مني ولا انا اللي ما لفتش ولا ايه، بس انا فعلا ما لقيتوش وسالته قالوا لي لا ما فيش فود كورت هنا. المهم قلت خلاص بقى اروح على اخر منطقه خالص اللي احنا لسه ما دخلناش مع بعض، وهي دي. ودي الحاجه الوحيده اللي انا فعلا يعني ايه انبسطت بيها في المكان، وحسيت ان المكان مميز قوي بيها. ويمكن اكتر مكان لقيت فيه زحمه، اتفاجئت ان في بولينج موجود هناك، وفي العاب فيديو جيمز كتير جدا، وفي بلياردو، وفي عربيات تصادميه، وجميع بقى انواع الفيديو جيمز والالعاب على احدث مستوى من كل بقى الحاجات الموجوده هناك. جميله جدا. وزي ما قلت لكم البلياردو، الديكوريشن، الديزاين بتاع المكان كله تحفه، العربيات التصادميه الموجوده هناك. فقلت يا اخيرا بقى لقيت ناس ولقيت زحمه، ولقيت ان في برضو شويه كم مطعم كده موجودين ملحقين بالمكان اللي احنا موجودين فيه حاليا، اللي هو بتاع الجيمنج والكلام ده. فانبسطت قوي بصراحه. حسيت ان انا ابتديت اشم نفسي شويه ان انا لقيت ناس في المكان. ولقيت برضو محل اللي هو هاوس اوف كوكاو اللي هو مشهور جدا بتاع الشوكليتس، ان هو هيفتح قريب قوي، فبرضو ده حاجه مميزه جدا للمكان. يمكن كانت دي اكتر حاجه طولنا فيها، اللي هي المنطقه بتاعه الجيمنج الموجوده جوه المول. بعد كده اللي هو اخر كافيه خالص اللي هو موجود اسمه مودز، ده اللي هو برضو موجود تاني كافيه جوه المول. ما شفتش حاجه تانية موجوده جوه المول تقريبا من كافيهات ومطاعم الا بقى بره. يعني كم يعني هو مودز ده منه منطقه اندور ومنطقه اوت دور ليه تكمله بره، وكم كافيه كده جنبه، وبس على كده ده تقريبا كان كل المول. الهدف بقى من ان انا عايزه اقول ان هو يعني انا انبسطت ان في تعدد كتيره جدا لمولات موجوده في التجمع، وان في فعلا يعني ابتدت ان هي يبقى في مولات جميله جدا موجوده هناك، ومولات كتيره جدا. بس انا اتضايقت ان هو مول معمول بالمساحه دي، وان مش عليه زحمه. فحبينا ان احنا نلفت نظر الناس ان في حاجات جميله جدا في بلدنا تستاهل ان هي تتزار، حتى لو مش كلها شبه بعضها. يعني مش شرط ان انا اروح كل المولات الاقي فيها فود كورت، مش شرط اروح كل المولات الاقي فيها سينما. ممكن اروح مول بسيط اقضي فيه يوم جميل، من حيث بقى اوبن داي،
لشويه العاب فيديو جيمنج، اتمشى شويه وخلاص على كده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص والجوله بتاعتنا خلصت. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيفرق معايا كتير، وكمان لما تعملوا لايك المكان اللي هو ماكسيم مول الموجود في التجمع ده كمان هينتشر لناس كثيره جدا، وناس كثيره هتقدر ان هي تروحوا والمكان هيتعرف وهيتشهر اكتر. وده الهدف بتاعنا، ان احنا نعرف الناس بالحاجات الجميله الموجوده في بلدنا، وكمان الفسح الجديده اللي هم يقدروا يتفسحوا بيها سواء فسح عائليه او مع الاصحاب، او لو حتى اي حد حابب ان هو يروح هناك ياخد الجوله هناك ويغير جو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد وجوله جديده. باي باي.